لقيت حد بيكلمني بيقول لي فادي، هو انت ناوي تتكلم على الشغلانات دي في امريكا؟ قلت له اه. قال لي لا اوعى تتكلم على الشغلانه دي. ليه اوعى ليه؟ قال لي لا، هو كل بقى من هب ودب هيجي يشتغل الشغلانه اللي احنا بنشتغلها دي ويجوا بقى يقسمونا في رزقنا. يا عم يقسموك في رزقك ايه؟ انت قاعد في مكان فيه 350 مليون واحد. انت بتتكلم على شويه المصريين والعرب اللي بقول لهم على شويه شغلانات ممكن تفرق معاهم جدا في حياتهم وتغير لهم دنيتهم خالص. هي دي اللي هتوقف لك رزقك؟ امال فين بقى الايمان اللي احنا عمالين نتكلم عليه طول الوقت والكلام ده؟ لا 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 يا فادي، انا مش معاك. احنا تعبنا جدا جدا في الشغلانه دي وتعبنا في حياتنا. ليه الناس تيجي تاخد الحاجات دي على الجاهز؟ طب ما ياخدوها يا سيدي على الجاهز. هو انت اللي بتتحكم في رزقهم؟ طب ما انت زي ما انت عندك عيال ونفسك ان هم يعيشوا في مستوى كويس، هم برضو ابهات وامهات وعندهم عيال ونفسهم ان هم عيالهم تعيش عيشه كويسه. فليه عايز تمنع عنهم الافكار اللي ممكن تزود لهم في دخلهم؟ كل ده عشان انا اتكلمت على فيديو على اليوتيوب وقلت فيه ان في 5 شغلانات ممكن تشتغلهم من غير شهاده ولا حاجه. ليه؟ لان المشهد اللي متصدر لك على طول ان المصريين والعرب دول بيشتغلوا في بنزينه، يشتغلوا في مطعم، يشتغلوا يغسلوا صحون، في عربيات اكل، اوبر. هو ده اللي هم عايزين يصدروه لك طول الوقت. لكن انت بقى تشتغل شغلانه هيجي يكلكعها لك في قاعده كده، تلاقي مليون واحد حواليك يقول لك لا 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 لا، ايه يا عم الكلام ده؟ دي شغلانه وحشه جدا، ده ليا مين وليا فلان وعمل، وده ضحك على الدقون ومحدش بيكسب الكلام ده، وده بيضحكوا عليك. وتلاقيه هو من وراك عمال يسعى ويدور على نفس الشغلانه. فلما اجي انا اقرر بقى ان انا اعمل فيديوهات اكشف فيها اشغال ناس كتيره ما تعرفهاش غير اللي انتوا دايما بتسمعوه حواليكوا، يزعلوا. ما انا كده ببوظ لهم الدنيا. هم متخيلين ان هم اللي متحكمين في ارزاق الناس، وان ما فيش حد يصلح ان هو يشتغل الشغلانه دي غيرهم. هم عايزين يكوشوا على كل حاجه لوحدهم وعايزين اجاريهم برضو ان انا ما اقولش حاجه. لا معلش، انا لو تعبت في البلد دي وتعلمت حاجات واستفدت بحاجات، ما انا لازم افيدها للناس. ما انا عامل القناه دي ليه؟ هو انا عامل القناه دي بقى عشان اقعد اجاوب لكم على اسئله تافهه وحاجات كده واعقدكم في عيشتكم بقى انا بقبض كام وبعمل كام؟ فانا مش ناوي اسكت ولا حد هيعرف يكتمني. انا هقول على كل معلومه انا اعرفها واساعد باللي اقدر اساعد بيه. وشغال في جزء تاني دلوقتي وهينزل الاسبوع ده ان شاء الله، وهتكلم على كل الشغلانات بالتفصيل اللي انتم مش عايزين اتكلم فيها بالتحديد. يا راجل يا مؤمن يا اللي تعرف ربنا، انا نفسي اشوف الكلام ده على ارض الواقع. هو مش كلام وخلاص. جرب تساعد الناس من قلبك وشوف ربنا هيردها لك اضعاف واضعاف ازاي.